السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديوهاتنا. شايفين بقى القمر والعسل ده؟ شوية حلويات كده من غير دقيق ومن غير بيض ومن غير عجن ولا خبز ولا ضرب ولا اي حاجة. حاجة بسيطة جدا ومكوناتها سهلة قوي قوي وموجودة عندنا كلنا في بيوتنا. وكمان مش تاخد منك وقت نهائي نهائي والله العظيم. ودسمة وفي نفس الوقت خفيفة في الاكل. هي دسمة عشان الكريمة وخايفه جدا في الاكل. هنعرف مكوناتها ايه بالظبط. وبصوا، لو انت عندك بقى ضيوف هتفرط معاكي قوي. وكمان العلب اللي احنا شغالين بيها الاكليريك دي حلوه جدا 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 وبتاخد كميه كويسه، وفي نفس الوقت بتفرط معاكي وبترمي كمان كميات اكبر. يعني لو عندك عزومه وعايز تعملي حلويات بسيطه وخفيفه، انا بنصحك بدي، بسيطه وخفيفه جدا وكمان ما تاخدش مننا وقت. بس الاول اللي لسه ما تعرفناش، يا ريت تنزلي تشتركي في القناه بتاعتنا وتدوسي اللايك الحلو المتين وتسيبي لنا كومنت كويس. وعايزه اعرفك بنفسي، انا اميره سطور، مطبخنا بسيط وسهل، مطبخ اميره ومسا سطور. ان شاء الله تستفادي من كل وصفاتنا باذن الله. وما تنسيش زي ما قلت لك تحطي اللايك الحلو منك، ولو ما اشتركتيش في القناه بتاعتنا يا ريت تشتركي، هيشرفنا انضمامك لينا. الاساسي ان شاء الله النهارده في الوصفه بتاعتنا هو البسكوت. يا جماعه اي انواع بسكوت عندك. انا كان عندي البسكوتات دي طبعا فضيتها كده من الاكياس بتاعتها واخدتها في كيس زي ما انتم شايفين. مش محتاجه بقى انها تتحط في الكبه وتتفرم والحاجات دي. احنا قلنا اقتصاديه وسهله قوي. وهنعملها باقل المقادير وباقل التكلفه وباقل مجهود كمان. هندغدغها بقى زي ما انتم شايفين كده باي قاع كوبايه عندك. هتفضلي بقى تكسري فيها زي ما انت شايفه. كانت هنا الماس اللي بتكسرها. يعني موضوع بسيط وسهل جدا، مش محتاج بقى مقادير وورقه وقلم بقى ونظبط المقادير، لا خالص. مقادير انت اللي هتعمليها بنفسك، حاجه ترجع لك. هنا بقى كان البسكوت كسرناه اهو زي ما انتم شايفين. وهنستخدم كمان حبه جيلو كراميل، ده يعني اضافه من عندي بس هي اضافه حلوه. لو حابه تحطيها حبه، مش حابه انت حره. جيلو الكراميل انا بجيبه احطه في التلاجة، بفضل موجود عندي. الكيس ب 20 جنيه من عند مستلزمات الحلواني. باخد منه معلقتين وبخفه بمعلقتين من الميه بس خلاص. وبجيب بقى العلب الاكليريك اللي انتم شايفينها الحلوه العسل دي. كانت العلبه تقريبا بجنيه وربع. حلوه جدا جدا وممكن تستخدميها مرتين وثلاثه واربعه. جميله جدا. هتحطي بقى من الطبقه من البسكوت تحت كده زي ما حضرتك شايفه بالظبط. طبعا الفيديو شارح نفسه يعني. وهنحط عليها من فوق طبقه من جيلو الكراميل كمان زي ما انت شايف. انت لو عايزه تعملي بسكوت ساده، الوصفه دي على فكره عايزه اقول لك انها تنفع جدا ببسكوت العيد اللي بيجي مع الكحك. لو عندك منه ممكن تعملي بيه، وساعتها ممكن تحطي اطعمه تانية غير الكراميل. ممكن تحطي صوص فراوله، صوص مانجا، صوص شوكولاته. بس انا عشان عامله شوكولاته فانا اضطريت ان انا احط صوص كراميل عليها او جيلو الكراميل يعني. هنيجي بقى بالكريمه. طبعا عملنا الكريمه قبل كده مع بعض كتير. كوبايه من الكريم شانتيه، عليها كوبايه من اللبن المتلج، عليها معلقه ونص من السكر البودر، وكمان عليها معلقه من البستري. ده حسب لو انت عايزه بستري او مش عايزه. بصوا بقى الكريمه هنا انا خفاها. يعني لما تعملي في الوصفه دي الكريم شانتيه، تحطي كوبايه من الكريمه عليها كوبايه ونص من اللبن المتلج. ليه بقى؟ لان احنا مش بنجلس تورته، فانا مش عايزاها متماسكه قوي، عايزاها تبقى سلسه معايا عشان اقدر احطها جوه البولات اللي انا بحطها فيها. حطينا بقى الكريمه وفوقيها الطبقه التانية من البسكوت كده زي ما حضرتك شايفه بالظبط. وزعناها وهننزل عليها برضو بطبقه من الجيلو الكراميل اللي احنا عاملينه. بديها تسكيره حلوه قوي. وكمان في الطبقات في الجنب كده هتشوفيها بتبقى شكلها حلو جدا جدا جدا. هنوزع بقى كل الكلام الحلو ده في البولات وهننزل عليهم بباقي ان شاء الله الكريمه اللي معانا. عايزه اقول لك ان الوصفه دي ناس كتير جدا كانوا بيعملوها الفتره اللي فاتت، ولكن كانوا بيعملوها بالكريم كراميل وكانوا بيعملوها كمان بالكاستر. بس انا من محب الكريم شانتيه، فانا بصراحه بحب الكريمه. هنا بقى التزيين يرجع لك. شوفي انا بعملها باخف التزيين وارق التزيين، حاجه بسيطه خالص. وكمان ممكن ما تاخدش مننا كريمه خالص. يعني الكريمه دي انا كنت عامله نص كوبايه كريمه بس عليها نص كوبايه كريمه، حوالي كوبايه الا ربع من الميه. جبنا بقى التزيين من فوق كده. حطينا بقى اي تزيينات عندنا الستارز الحلويات الصغننه دي، والفرماسيل الملون والفرماسيل الشوكولاته. اكسري بس اللون الابيض من فوق. لو عندك كريسبي ممكن تحطي، لو عندك كمان اللي هو الشوكليت شيبس ممكن تحطي. يعني اي تزيينات عندك ممكن تحطيها. ممكن تبشري شوكولاته بس كده وممكن تحطيها من فوق لو ما عندكيش اي تزيينات من دي خالص. حاجات بسيطه ورقيقه غيرت معانا شكل الوصفه، وانصحك بيها لو عندك ضيوف او اطفال كتير. هتنفعك قوي، هتفرط معاكي كتير قوي قوي. وصفتنا النهارده سهله وبسيطه ولذيذه، ما خدتش مننا وقت. والفيديو بتاعنا خلص على فكره كمان. عشان هو موضوع سهل وبسيط، مش محتاجه مقادير، مش محتاجه انت تكتبي ورقه وقلم ولا تحفظي الوصفه. انت اللي بتحطي المقادير بايديكي وانت اللي بتحفظيها في دماغك وبتظبطي عليها، والكميه اللي انت عايزاها ده يرجع لك
براحتك. ان شاء الله باذن الله يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، ولما تجربوها اكتبوا لي في كومنتات الفيديو اللي وراه ايه رايكم فيها، ونسيبكم في حفظ الرحمن، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.